النهاردة وزي ما شفتوا من عنوان الفيديو عملنا ببيضة واحدة، عملنا 24 قطعة من الكب كيك. اللي شايفين الجمال، شايفين الحلاوة، بجد الكيكة حلوة قوي، الكيكة تتحدث عن نفسها. الولاد كان نفسهم في كيك، فقلت لازم اعمل حاجة، ما عنديش غير بيضة واحدة، طب اسكت؟ لا، لازم اخترع ولازم اشوف حاجة، المهم لازم اعمل كيك. جربت الطريقة بجد كده من دماغي، بس بجد ظبطت وكانت حلوة قوي قوي قوي. يلا بينا من داخل الفيديو نشوف عملنا الكيكة القمر الشقية دي ازاي. البيضة الجامدة دي بطلة الفيديو. بيضة واحدة حطيتها في الخلاط، حطيت عليها رشة من الفانيليا السايلة، وحطيت عليها كوباية ونص من السكر الخشن، ونص كوباية من الزيت، ونص كوباية من اللبن. تمام. انا بقى هنا اهي المكونات بعد ما اتضربت في الخلاط، شايفين تقيله ازاي؟ طبعا مش هنسيب حاجه في الشفشق الخلاط، شويه ميه كده ولازم نخلص كل اللي في الخلاط علشان احنا الحاجه غاليه يا جماعه والله. طبعا الخلاط حطيت كل المكونات. الدقيق حطيت 3 كوبايات من الدقيق، عليهم كيس من البيكنج باودر اللي هو الكيس للكيك شيف. بجد كان حلو قوي، ظبط الكيكه كمان. اختاري مكونات رافع حلوه، كمان ممكن تحطي معلقه خل في الخلاط مع البيض والمكونات، لكن انا نسيت احطها برضو، دي كانت حلوه وهتساعد على رفع الكيك قوي يعني. حطيت بقى 3 كوبايات من الدقيق وقلبتهم كويس قوي، قلب 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 كده. حطيتهم على مرتين، وهبدأ كده. طبعا الخليط زي ما انتوا شايفين تقل قوي، ما ينفعش ان انا احطه كده باي شكل من الاحوال. تمام. هقسم بقى الخليط على آه، طبقين، جزء هحط فيه هيبقى فانيليا، والجزء التاني جبت معلقة من الكاكاو في مصفى كده، لازم تنخليه علشان الكاكاو لما بتسيبيه بيعمل تكتلات، ما ينفعش تحطيه جوه الكيك كده لانه هيسيب كتل مرة في الكيك، لازم ننخله كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. هقلب بقى كل المكونات كده كويس قوي، برضو الكيك عمال يتقل. طب هنخف الكيك بايه؟ طيب انا هعمل الاتي. هجيب نص كوباية من اللبن وهحط عليها مية، يعني هكمل نص كوباية لبن وعليها كوباية من المية، عليها نص كوباية مية تاني، يعني كوباية كاملة من اللبن على المية. تمام. تقدري طبعا حسب امكانياتك تستغني عن اللبن خالص وتحطيها مية بس، هتبقى حلوة برضو وسريعة واقتصادية اكتر، يعني ممكن نستغني عن اللبن في الوصفة دي ونحط مية. تمام. طيب انا حطيت ايه، وتقدري برضو تستغني عن اللبن وتحطي كوباية من عصير البرتقال على نفس الخلطة بدل اللبن خالص. تمام. جيت كده حطيت كوبايه من اللبن نص كوبايه من اللبن، وحطيت عليها نص كوبايه من الميه وحطيتهم على النار يغلوا. لازم تغلي كويس قوي قوي. حطيت عليها معلقه من السمنه، ودي اختياري تقدري تستغني عنها. وحطيت كده على الخليط وهو سخن، وهبدا ان انا اقلب كويس قوي. التركه دي اللي انا بقول لكم عليها خلت الكيك خفيف قوي. اللبن السخن او الميه السخنه دي على الكيك بجد من انجح الوصفات اللي لازم تجربوها، لانها بتخلي الكيكه هشه قوي. ما تخافيش، البيض مش هيستوي، المكونات مش هيجرى لها حاجه زي ما انتوا شايفين كده اهي. وببدا حطيت كده باقي بالمعلقه حبه بحبه لحد ما ظبطت قوام الكيك، اللي هو لا هو تقيل ولا هو خفيف. والباقي زي ما انتوا شايفين سخن خالص اهو، حطيته على الجزء اللي بالفانيليا، وهبدا اقلب برضو، قلب 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 كده لحد ما المكونات تكون خفيفه وسايله، لا هي تقيله ولا هي خفيفه، قوام الكيك العادي يعني. تمام. اهي بصوا زي ما انتوا شايفين اهي. خلاص بقى جبت بقى، هجيب صينيه الكب كيك. انا عندي صينيه الكب كيك 24، اللي هي عندي صينيتين، كل صينيه 12 عين يعني. حطيت فيها ورق الكب كيك كده زي ما انتوا شايفين، ورق الزبده ده. اللي عنده الصواني دي يا جماعه لازم لازم يستخدم ورق الكب كيك، لان لو حطيتي مباشر فيها او حتى حطيتي فيها دقيق او كده بتلزق، ما تنفعش، لازم ورق الكب كيك في الصواني اللي من النوع ده. هبدأ احط كده المكونات كده زي ما انتوا شايفينها. الموضوع كله الكيكة من اولها لاخرها ما خدتش 5 دقايق عميل. بتحطيها بقى في الفرن. انا عندي صينيتين، حطيت نصه بالكاكاو ونص بالشوكولاته، كل واحد في صينيه، دخلتها الفرن على درجه حراره 180. بتقعد حوالي نص ساعه كده في الفرن، وتبدا كده تطلعيها بجد اهي زي ما انتوا شايفين.
حلوة قوي وسريعة، ما خدتش وقت، وبيضة واحدة ونص كوباية زيت، اقتصادية جدا. وقلتلك زي ما قلتلك تقدري تستغني عن اللبن وتحطي بداله مية او عصير برتقال. هتبقى كيكة بالبرتقال. بجد الوصفة حلوة قوي اهي. هفتحها لكم كمان وعشان تشوفوا. انا فتحت لكم في اول الفيديو الكيكة اللي هي بالكاكاو. المرة دي بقى هفتح في اخر الفيديو الكيكة اللي بالفانيليا عشان تشوفوا شكلها وقوامها وقد ايه هي خفيفة وسفنجية قوي. والتركة بتاعت اللبن السخن بجد فرقت جدا معاه. انا حطيت على اللبن معلقة من السمنة، وزي ما قلتلك تقدري تستغني عنها، دي اختياري، سمنة او زبدة اختياري يعني. ممكن تحطي اللبن بس. اهي بصوا بجد طعمها رهيب، حلوة قوي بجد، لازم تجربوها، اقتصادية وسريعة. وعملت للولاد كيكة بمكونات اقتصادية، ما تمنعيش ولادك من اي حاجة نفسهم فيها. لازم تجربي ولازم تعملي ومش هتخسري حاجة. انا حطيت كمان في جزء ممكن تعمليه بالفانيليا وجزء بالشوكولاتة كده في كب كيك واحد، وده اللي هو بالشوكولاتة. هفتحها كده واوريها لكم برضو ايه عشان تشوفوا قد ايه هي برضو مرتفعة وحلوة قوي. طبعا لما بتيجي تملي كبات الكب كيك دي بتملي النص بس علشان بتنتفخ وترتفع. اشوفكم بقى فيديو تاني جاي جديد وفيديوهات تانية. ما تنسوش في اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم.